انت عارف ان 100 كارت ديجيتال ممكن يبقوا بسعر 1000 كارت اوفست؟ حاجه تجنن مش كده؟ طب ايه اصلا الفرق ما بينهم وامتى تطبع ديجيتال وامتى تطبع اوفست؟ بص من الاخر عشان تبقى فاهم، الكروت الاوفست هي كروت تجميع، يعني الكارت بتاعك داخل وسط تجميع على الربع فرق مع كروت ناس تانية كتير، مش بطبع عليك انت لوحدك، فاللي بيسري عليك بيسري عليهم. غالبا كل الكروت كوشيه 300 جرام 350 جرام سواء وش واحد او وش وظهر. السلوفان عليك اجباري، لو هيسلفن بقيه التجميع لازم كروتك تتسلفن، ما ينفعش تقول انا مش عايز كروتي مش متسلفنه، ما ينفعش تقول انا عايز الوش بس متسلفن والظهر لا. كروت عاديه شخصيه بتاخد وقت كبير، ممكن توصل لاسبوع، فلما تسمع من مطبعه ان ليه الكروت تاخد اسبوع ما تستغربش. كروت الاوفست كده. طب ايه هو الكارت الديجيتال اصلا وامتى اعمله؟ الكارت الديجيتال تعمله لو انت مستعجل في الوقت، عايز جوده انضف، عايز تتحكم مثلا في السلوفان، ما تعملش الظهر مسلفن عشان تعرف تكتب عليه، ما تعملش سلوفان اصلا لو محتاج تكتب على الوش او الظهر، اتحكم في اي حاجه انت عايزها. كروت معموله ليك انت مخصوص على مكنه ديجيتال، اخبارها اغلى، علشان كده الكارت نفسه بيطلع اغلى من الكروت الاوفست. طب ليه الكارت الديجيتال اغلى من الكروت العاديه؟ لان الكارت الديجيتال مطبوع على مكنه ديجيتال، اخبارها غاليه، دي كل الفكره، انما خامه الورق هي نفس اللي بتطبع على الكروت الاوفست. طيب ليه وقته اسرع؟ لانه مطبوع عليك انت مخصوص على الطباعات ديجيتال، ممكن تاخد الكارت وانت واقف، لكن الكارت الاوفست لازم نستنى التجميع تكمل وندخلهم كلهم مره واحده. بص من الاخر، لو مش فارقه معاك المقاس ومش فارق معاك الوقت، اعمل كروت اوفست. لو عايز تكستمايز الكروت بتاعتك في المقاس، تعمل مقاس اكبر شويه، مقاس اصغر، ارفع، عايز تغير في السلوفان، عايز تعملها من غير سلوفان، عايز جوده اعلى او وقت اسرع، يبقى لازم تاخد كروت ديجيتال. لو عايز اقل من 1000 برضه لازم تاخد كروت ديجيتال. ولما اقول لك اقل كميه في الاوفست 1000، ما تجيش تقول لي عايز اقسمهم 500 و500، ما هو كده ديجيتال. الكروت الاوفست اقل حاجه 1000 من الطبعه الواحده، لو هتغير حرف كده ما بقتش طبعه واحده. ولو عايز تعرف اكتر عن تفاصيل الاسعار او الكميات، ابعت لنا دلوقتي على الواتساب، هنبعت لك كل الاسعار. وانا معاك محمد عبد المنعم، مطبعه كيان، وكل يوم فيديو جديد عن فنيات الطباعه.